الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وعظموا أمره واجتنبوا نهيه. ثم اعلموا عباد الله إن هذا اليوم يوم عظيم وعيد جليل يسمى يوم الجوائز. والجوائز جمع جائزة وهي العطاء، وهذا لمن صام رمضان وقام لياليه إيمانا واحتسابا. عباد الله إن يومكم هذا يوم عظيم وموسم كريم، وإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. العيد هو موسم الفرح والسرور وأفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إذا فازوا بإكمال طاعة مولاهم وحازوا ثواب أعمالهم بوعده لهم عليها بفضله ومغفرته، كما قال تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عن أنس رضي الله عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا، منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم. فأبدل الله هذه الأمة بيوم اللعب واللهو، بيوم الذكر والشكر والمغفرة والعفو. ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد: عيد يتكرر كل أسبوع، وعيدان يأتيان في كل عام مرة من غير تكرار في السنة. فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة، وهو عيد الأسبوع، وهو مترتب على إكمال الصلوات المكتوبات. فإن الله فرض على المؤمنين في كل يوم وليلة 5 صلوات، وهو اليوم الذي كمل فيه الخلق، وفيه خلق آدم ويدخل الجنة ويخرج منها، وفيه ينتهي أمد الدنيا فتزول وتقوم الساعة. وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام، وإنما يأتي كل واحد منهما في العام مرة واحدة. فأحدهما عيد الفطر من صوم رمضان، وهو مترتب على إكمال صيام رمضان. فإذا استكمل المسلمون صيام شهرهم المفروض عليهم واستوجبوا من الله المغفرة والعتق من النار، فشرع الله تعالى لهم عقيم إكمالهم لصيامهم عيدا يجتمعون فيه على شكر الله وذكره وتكبيره على ما هداهم له. وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة والصدقة. والعيد الثاني عيد الأضحى، وهو مترتب على إكمال الحج. فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم. وإنما يكمل الحج بيوم عرفة، ويوم عرفة هو يوم العتق من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، وشرع للجميع التقرب إليه بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين. وسمى عمر بن الخطاب بن عباس رضي الله عنهم يوم عرفة عيدا. فهذه أعياد المسلمين في الدنيا، وكلها عند إكمال طاعة مولاهم الملك الوهاب وقيادتهم لما وعدهم من الأجر والثواب. هذا وقد قال بعض الصالحين: ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن طاعاته تزول. وقال بعضهم: ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. وليس مرادهم ذم أو نفي السنة لبس الجديد في العيد، وإنما مرادهم أن لا يغلب الشخص في الذنوب ولو لبس الجديد. العبرة بإرضاء رب العالمين. قال الحسن: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يطلعه المؤمن في طاعات
أيها الإخوة المؤمنون، يا من وعدتم شهرا كريما وموسما عظيما، أقبلتم على تلاوة القرآن وصمتم النهار وقمتم ما تيسر لكم من الليل، وأكثرتم من الذكر والدعاء، وتصدقتم بالجود والسخاء، وأخرجتم زكاة أموالكم وأخرجتم زكاة الفطر طيبة زنا نفوسكم، وتقربتم إلى ربكم بأنواع الطاعات رجاء الثواب وخوف العقاب. كم من جهود بذلت، وكم من أجساد تعبت، وكم من ضاعات بذلت، وكم من قلوب وجلت، وكم من أكف رفعت، وكم من دموع بلغت، وكم من عذرات سكبت في موسم الرحمة والمغفرة. أيها المسلمون، في هذا اليوم العظيم أيها عيد الفطر يجتمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، يجتمع المسلمون في كل قبل وفي كل قرية، يجتمعون لصلاة العيد. ففي هذا الاجتماع تظهر الوحدة الإسلامية، تظهر في أبهى حللها وفي أروع صورها، تظهر الوحدة الإسلامية، تجتمع الغني مع الفقير، القوي مع الضعيف، العربي مع غير العربي على اختلاف اللغات، يجتمعون وكل منهم يشعر أنه بجانبه أخاه يشاركه في آلامه وفي آماله. وهذه هي الوحدة الحقيقة. يمد يديه ويصافحه يهنيه بالعيد ويبارك له فيما عمله في شهر رمضان، فيتبادلان التحيات، يتبادل كل واحد منهم مع الآخر كأنه أخوه وهو لا يعرفه وهو لا يعرفه، ولربما أن لغته تخالف لغته، ويمد يديه بغير أن يتكلم لأنهما لا يعرفان لغة بعضهما مع البعض. عباد الله، هذه هي الوحدة هي التي تنبغي بين المسلمين، هي التي ينبغي أن يحققها المسلمون، لأن هذه الوحدة هي التي فيها عزهم وفيها شرفهم وفيها عز الإسلام، فيها عز المسلمين، فيها القوة. يا عباد الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي سهل لعباده طريق عباده وأفاض عليهم من خزائن الجود وكرمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد ورد في حديث ضعيف رواه الطبراني وغيره: إذا كان يوم الخير وقفت الملائكة في أفواه الطريق فنادوا يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب كريم رحيم يمن بالخير ويثبت عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعمتم ربكم فأخذوا جوائزكم. فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء: ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفر لكم ذنوبكم. ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجوائز. واعلموا عباد الله، إن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا ولي المؤمنين ويا ناصر المستضعفين ويا غياث المستغيثين يا عظيم الرجاء ويا مجير الضعفاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لتكون كلمة الله العليا يا قوي يا عزيز. اللهم انصر الإخوان المستضعفين في فلسطين